عليكم لي زامي، جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في نهار جديد، فيديو جديد. مرحبا بكاع الناس اللي اشتركت معنا في القناه. كنقول لكم شكرا من هذا المنبر، ميرسي بوكو على لي جادور ديالكم، على لي كومونتير ديالكم، على لي فيوز ديالكم، وشكرا كذلك للناس اللي مازال ما اشتركوش معنا. كنتمنى انهم يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم ان شاء الله كل جديد. مرحبا بكم معايا الاخوان مره اخرى، شكرا بزاف على الانتظار ديالكم. اليوم ان شاء الله كذلك هاد لا فيديو هذه غادي نخصوها باش نهضروا على واحد القصه واقعيه، قصه حقيقيه وقعت يعني في واحد الزمن اللي قديم شويه. وقعت لهذا الشخص اللي معكم، هذا الانسان هذا. وقعت وانا مازال صغير وباقي كنتذكرها مزيان. وهاد القصه هذه قبل ما نهضر عليها خصكم تعرفوا انني خديت ذاك الحدث عبره في الحياه ديالي، وباقي كندير به الى يومنا هذا، وباقي دائما كنتذكر هاد القصه هذه. فخليكم معايا الى اخر الفيديو وما تمشيو فين باش نهضروا جميعا على هاد القصه هذه. الوغ الاخوان، سنه 1998 بطبيعه الحال غادي تكونوا يعني تفاجأتوا بالسنه اللي وقع لي في هذا الحدث هذا. سي فغي كنت مازال صغير، كانت عندي ديك الساعه 6 سنوات وباقي كنعقل مزيان. ما نكذبش عليكم، على الاحداث كاع اللي كيوقعوا ليا كنعقل عليهم مزيان. باقيين بزاف ديال الاحداث وقعوا لي في الصغر ديالي وكنتذكرهم الى يومنا هذا. ميم سي دازت عليهم تبارك الله دابا على ما يقارب واحد 24 سنه. كما قلت لكم سنه 1998 كان ذاك العام اول عام غادي نلتحق به يعني بالمدرسه. كايها الناس حتى انا مشيت شريت الادوات، تقيدت بعدا في المدرسه، شريت الادوات، شريت لاكارطابل ديالي، وجدت الامور ديالي كامله. وجدوها لي مالي الدار. الاب ديالي الله يرحمه كان عقل، كان هو اللي تكلف ليا بالتغليفه ديال الكتب ديالي والدفاتر وكذلك. والام ديالي حتى هي مسكينه اللي كنوجه لها هذا الفيديو تحيه خاصه، حتى هي مسكينه وجدت ليا يعني الحويجات ديالي، وعطاتني بعض النصائح اللي خصني نرد فيهم يعني البال وانا في المدرسه، بحكم انني اول مره غادي نلتحق بالمدرسه. مع العلم انني قبل ما نلتحق كنت ديجا يعني على جيل 4 سنين باقي كنعقل كذلك. تنعقل على لا بيرسون اللي كانت كتقرينا في الرود، رحمه، اللي كنوجه لها كذلك تحيه من هذا الفيديو. هذه واحد الانسانه اللي رائعه، تعلمنا معها بزاف الحوايج. ومن هذا المنبر كنقول لكم الاخوان، خليوا وليداتكم يقراو في الروض. علاش؟ حيت مزيان الطفل يعني يتعلم انه ينسجم مع الزملاء ديالو والتلاميذ وهو باقي يعني ما كيقراش، باش النهار اللي يبدا يعني في الدراسه ديالو عن جد يكون ديجا عنده بعدا واحد الاستعداد نفسي انه ينسجم مع لي كوليك ديالو وينسجم مع القسم. فمزيان تقراو ولادكم في الروض. الوغ الاخوان، كما قلت لكم كان داك النهار اول نهار بالنسبه ليا من بعد ما وجدت لي باكطاج ديالي، لاكارطابل ديالي، حويجاتي. في الصباح كايها الناس غادي نمشي ليكول، فطرت امور ترونكيل، غادي للمدرسه. بحكم المدرسه كانت قريبه، زعما الام ديالي مشات معايا، وديجا يعني كنمشيو حنا دي كوليك، كنمشيو زعما دي زامي بعضياتنا باقي يعني ناس اللي في لاج ديالي. هادشي كنهضر لكم في التسعينات. غادي فحال هكايا باقي تنعقل مزيان، والطريق اللي مشيت منها والله العظيم الا كنعقل عليها مزيان مزيان ديال بصح. غادي هاز لاكارطابل ديالي، غادي كنضحك مع لي زامي ديالي وفرحان انني اول مره غادي نلتحق بالمدرسه. وصلت لواحد البلايصه فيها واحد الطليعه باش كنقطعوا واحد الشارع، واحد الشانطي صغير، وكنلقاو ليكول. انا شنو وقع لي ديك الساعه؟ مشى بالي مع واحد السيد كيبيع لا كلاص، خدام طاط 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 طاط. راكم عارفين في العروبيه داك السيد كيدور بالسنيديقه ديالو فيها لي كلاص وداك الشيء كامل. وانا بقيت يعني منسجم مع داك السيد، وفهمتي باقي صغير انا بغيت داك لا كلاص. في ديك الساعه تنحس براسي ترفعت. هادشي واحد الاحساس اللي انا والله العظيم الاخوان تيقوني والله العظيم الا باقي كنعقل عليه بحال اللي غير البارح. كنحس براسي ترفعت وبديت كنترولا في الارض، كنترولا حتى طحت في واحد البلاصه. اللحظه اللي غنحس براسي
هي ملي حليت عينيا كنلقى الوالده ديالي والوالد جالسين معايا في واحد الطوموبيل وتيقولوا لي ولدي ياك لاباس واش شويه. عاد عرفت انني ضربتني طوموبيل. عرفتي واحد الاحساس ما نكذبش عليكم. من وراها فين كنحس براسي داخل البلوك، في المستشفى باش غادي يخيطوا ليا البلاصه اللي كنت طحت فيها. وهي كتبان لكم هنا عندي واحد لاطخاص، هذه البلاصه فين كانت بعدا هنا باش تكونوا عارفين شنو وقع ليا. تحلات هاد البلاصه ودخلت لي واحد الصمه صغيره، واحد الحجره صغيره هنايا. كنت درت على ما الا بقيت كنعقل شي 4 الغرزات. قلت لكم عقلت على راسي الساعه اللي داروا لي البنج بحال هكايا بديك اللعيبه اللي كيديروا هنايا وانا نغيب. الساعه اللي غنفيق فقت في زعما في الفلاشومبر اللي انا كنت ناعس فيها، والخياطه وقدامي الوالده. والله العظيم الاخوان الى اش غنقول لكم، هذاك الاحساس انا بالضبط بغيت نشرح لكم داك الاحساس ديال انه الانسان ملي كتضربو كيدير اكسيدون. الله يسر والله يحفظ وليدات المسلمين كاملين ويحفظنا جميعا يا ربي. صراحه صعيبه بزاف، كتحس براسك ترفعتي، كتحس بعدا بواحد الدوخه في شكل في راسك، ما كتبقاش عارف شكون انت وشنو كل الناس اللي دايرين بيك. حيت انا ديك الساعه اللي كان وقع عليا لاكسيدون ملي كنت في ديك الطوموبيل كنشوف غير الناس كيطلوا من ديك الطوموبيل، وداني داك السيد اللي ضربني بالطوموبيل. اش غادي نقول لك، لا يكتب على شي مسلم بحال هذا الشيء هذا، ولكن الحمد لله على كل حال. فوالا حنا كبرنا ونسينا، اللهم لك الحمد. لذلك الاخوان هذه نصيحه، ردوا البال مع وليداتكم، حاولوا توعيوهم بخطوره يعني الشارع والسيارات وداك الشيء. حاولوا انكم تربيو فيهم انهم ملي يكونوا يعني يقطعوا يشوفوا على اليمين ديالهم وعلى اليسار ديالهم ديك الساعه يقطعوا. يعني هادو امور مزيان تكون سونسيبيليزاسيون من الاخوان. كانت هذه هي القصه اللي وقعت لي سنه 1998. وش غادي نقول لكم، من ورا ما يعني خرجت من لوبيتال ومشيت للدار وداك الشيء، وجا السيد مسكين اللي كنت يعني كان ضرب لي بالطوموبيل، ولقينا داك السيد يعني كنعرفوه مزيان وكيعرف لا فامي وبزاف د الحوايج. والله العظيم زعما كان قال الوالد انا نتكلف وداك الشيء، والوالد مسكين قال له شوف قدر الله ما شاء فعل، يعني داك الشيء ما كاتب. والله العظيم الا كان عقل وكنت نسمعه يعني هكا في ودنيا. قال له شوف اسيدي انا والله العظيم الا سامح لك نكون قلبي، وحتى وكومات ولدي كاع ما اش غادي ندير، هذاك الشيء كتاب عليه. حتى انت عندك وليداتك قاعده نتابعك وندعيك او شي حاجه. قالوا داك الشيء يعني انا ما غاديش نديرو. والحمد لله ملي خرجت الطريفه. يعني اش غادي نقول لكم، الوالد الله يرحمه مسكين كان هو واحد الانسان اللي مسالم بزاف وظريف ومحبوب كان عند الناس. الله يرحمك الوالد. فالاخوان كيف ما قلت لكم كانت هذه القصه. يعني انا شنو بغيت نوضح لكم من هذه القصه هذه، هو انه مزيان اننا نربيو في وليداتنا حس المسؤوليه، يعني نعطيوهم دي سونسيبيليزاسيون في الحياه ديالهم كتعلق بالشارع. نحاولوا نوعيوهم كذلك بخطوره الشارع، بخطوره ديال الزنقه، وشنو هما الاحتكاكات اللي غادي يلقاو في الزنقه. نحاولوا كذلك نربيو فيهم حس انه غادي تصطدم يعني بشي حوايج في الشارع اللي غادي يسمعهم، اللي غادي يشوفهم بعينيه، باش انه يحاول ايفيتي داك الشيء. حيت فريمون الدار كتربي نسبه ديال 50%، وكذلك الزنقه والمجتمع كيربي 50%. لذلك الاخوان ردوا البال مزيان مع وليداتكم، باش ان شاء الله حتى هما ملي يكبروا يكونوا يعني دي بيرسون لي ماتور، دي بيرسون لي زعما دي ريسبونسابل كيعرفوا ما لهم وما عليهم. وشكرا لكم بزاف حيت بقيتوا معايا الى اخر الفيديو، وتحيه لكاع الناس اللي كيشاهدوني الان.
وتحيه كذلك لكاع الناس اللي مازال اول مره غادي يتعرفوا علينا. وما تنساوش انكم تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم ان شاء الله كل جديد. ولا عندكم شي يعني شي فكره بغيتوني نبارطاجيها معكم، شي حاجه جديده بغيتوني يعني نبارطاجيها معكم كذلك، مرحبا على الراس والعين. خليوا لي داكشي في لي كومونتير، وما تنساوش انكم ديروا لنا شي جيم. موح عليكم، بارطاجيو لا فيديو. الي تشاو.